وادي الليمون بعد ما استوى، بصوا جماله. ايه، نطلع كده واحدة تانية بس ايه، تحفة تحفة. جربوه ويقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وقولوا لي انتوا بتخللوه ازاي. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. طبعا النهارده هنعمل ليمون مخلل، وكان عندي هنا لفت مخلل ولسه هخلل تاني عشان خلص وعجبني بجد، فهنخلي كل حاجه مع بعضين. عندي الليمون هنا انا كنت جايبه كيلو، وعندي نص كيلو كان من الاول، فانا جبت عليه بقى كيلو ونص. بقطعه بالشكل ده كده ماشي، وهنخلله وهنعمل مع بعضينا كل حاجه خطوه بخطوه، بس ايه خليكم معايا. اديني زي ما انتوا شفتوا كده، وهنقطع برضو بقيه الليمونه كده، هنمسكها من هنا ونقطعها كده، مش ما يعني ما نقطعش لحد الاخر، خايف بس كده اهو. بص لحد فين اهي باين ماشي. نقطع برضو ديت برضو اهو، شفتوا؟ مش للاخر. ليه؟ عشان بصوا عايزه احشيه حبه البركه والعصفر. تمام، انا جايبه هنا ب5 جنيه عصفر وب5 جنيه حبه البركه. تمام، بس ونقطع كده الليمون ونحطه في ميه ونعلق عليه، بس الميه تكون تغطي الليمون من على الوش. تمام. انا بقى عندي كان في وسط الليمون ده لقيت ليمونه كبيره ماشي، مش كنت عايزه اخليها، بس انا اخليها عشان ايه هعصرها برضك على الوش، هبقى اوريها لكم. طبعا بقى هروح احطه في الحله وهرجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا الميه يا دوب مغطيه بس ليمون. اول ما هتغلي برضو هنكمل مع بعضين. هروح بقى نقطع اللفت وارجع لكم. بصوا بقى هنا كده الليمون خلاص استوى وصفيته ماشي. بعد ما صفيته هو طبعا استوى ماشي اهو، وزي ما احنا مقطعينه. تمام، هو يعني هو سخن شويه، لو حابه نستناه ما يبرد تقدري تتحكمي تمسكيه. تمام. بصوا بس انا هعمل معاكم بس واحد او اتنين كده او كام واحده. هنفتح كده طب عشان هي سخنه شويه وقلت عايزه اخلص. نحشي كده شويه صغيرين كده من جوه اهو، زي ما انتوا شايفين كده ماشي. ونخليها على جنب كده لحد بس ما نخلص كده شويه، ونحطهم في البطرمان. هنرصهم، الفتحه تكون اللي فوق ماشي. برضو نجيب واحده تانية هنا كده كمان ونحط شويه. هو سخن جامد قوي عليا على فكره، انا سبته الماء برضو لسه حاسه ان هو لسه سخن برضو. ونحشي كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، ونسيبها كده وشها فوق. لما نيجي نرصها في البطرمان نرصها كده. تمام. نعمل واحده تاني، نفتح كده ونجيب شويه كده من العصفر وحبه البركه، وحطيت ايه معلقه ملح برضو شويه كده صغيرين اهو زي ما انتوا شايفين. بس اروح انا اكمل بقى الكميه وارجع لكم. بصوا بقى ده المحلول بتاعها. حطيت الميه بتاعت الليمون وحطيت لها كوبايه ميه عليها، وزاد معايا عصفر وحبه البركه، وحطيت ملح هنا. طبعا بقى كل واحد على حسب الحياء اللي هو عايزه، في ناس بتخليه مالح او في ناس بتخليه مظبوط، انا بحبه مظبوط. تمام. بصوا بقى هنا بصوا مخليها اهي، يعني مش مقلوب ولا حاجه، معدول. تمام. ادي كميه الليمون الكيلو ونص كفى معايا يعني البطرمان ده. تمام. هصب بقى المحلول وارجع لكم. هنا بقى حاطينه اهو. بصوا لازم الميه تبقى على الوش كده ماشي اهو. كميه الليمون ده كيلو ونص. تمام، ما رضيتش اعمل كميه كتير عشان ايه، انا قلت اجربه معاكم. تمام. ده كان عندي مخلل بقى اللفت من الاول، لسه بقى في شويه ميه هنا هكمل عليهم واعمل بقيه اللفت. طبعا اللي عايز طريقه اللفت عندي على القناه ماشي. وهنا بقى نغطيه، ولما نخلص ويتخلل ابقى اوريه لكم برضه. وادي الليمون بعد ما استوى، بصوا جماله. لسه برضه ايه، نطلع كده واحده تانية بس ايه، تحفه تحفه. جربوه ويقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وقولوا لي انتوا بتخللوه ازاي.